الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، خلق الله الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، خلقه في أحسن تقويم وأنشأه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ليكون عبدا طائعا لله عز وجل. ولكن هذا الإنسان سرعان ما ينسى ويغفل عن الحكمة التي من أجله خلق، فيلهو ويلعب ويعصي ويذنب، ونسي قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غفل عمن لا يغفل عنه، غفل عن الموت. نعم، الموت الذي بذكره أقض مضاجع العلماء والصالحين، هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتذكره: تذكروا هادم اللذات. فيا الله، كم هجم الموت على أناس، كم فرق من أحباب، كم شتت من أسر، كم من طفل بكى فراق والديه، وكم من ملك فارق عرشه، وكم من عروس فارقت زوجها بسبب الموت. ألم يقل الله معزيا الأمة كلها: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. كم من شاب يمني نفسه ويفكر ويخطط، فما إن ينتهي من هذا التفكير والتخطيط إلا ويأتي هادم اللذات ويقطع عليه كل أمنياته، وتذهب هذه الأمنيات أدراج الرياح. كم من شاب تخرج من الدراسة الجامعية وهو يحمل الشهادة فرحا بها، فينتهي آماله ولم يحقق أحلامه بحالة المرور. كم من شاب يستعد للعيد بثوبه الجديد، ثم يأتي إلى أمه يقول لها: يا أمه، ما رأيك بهذا الثوب الذي سأرتديه في العيد، في صبيحة العيد؟ فتفرح هذه الأم وتبدي رأيها، ثم يأتي العيد فإذا بذاك الثوب لم يلبسه أحد، إنه الموت أخذه قبل أن يحقق ما يريد. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان لك من الأهوال في موقف الحشر. فالموت لا ينتظر أحد أن يحقق آماله وأحلامه، ولا يرحم صغيرا ولا كبيرا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن ذا نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. يذكر أن رجلا كان يذكر الناس بالرحيل، فيصعد على مرتفع من الجبل ثم يذكر الناس بهذه القرية: الرحيل الرحيل الرحيل. ثم اختفى الصوت فجأة بعد أيام وشهور، فأتى سألوا عن هذا الرجل فقيل أنه مات. فقال أحدهم: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. لقد مات خير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. لكنه عانى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت،
فكان يصب على جبينه الشريف القرب من الماء وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما حال بعضنا إذا أتاه الموت ونحن المفرطون العاصون؟ وكان يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من دهاة العرب: أتمنى أن أجد رجلا فطنا لبيبا يصف لي الموت. فلما حضرته الوفاة أتاه ابنه عبد الله فقال: يا أبتاه صف لنا الموت. قال: يا بني والله لكأن جبال الدنيا على صدري ولكأنني أتنفس من ثقب إبرة. لا إله إلا الله. اللهم خفف علينا سكرات الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. ومع هذا كله أيها الإخوة المباركون، كان الصحابة يتحسرون ويتندمون لقلة الزاد وطول الرحيل، فيقول أحدهم: يا ليتني كنت شعرة تعرض في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الآخر: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. ويبكي معاذ بن جبل عند موته فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول: والله لا أبكي على الدنيا وزينتها، ولكن أبكي على صيام الهواجر وقيام الليل. يريدون أن يخرجوا من هذه الدنيا ولديهم أعمال صالحة تقربهم إلى الله عز وجل. قد مضى العمر وفاتا يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات. لم يلن قلبك أصلا للزواج والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات. وتراهم حملوه سرعة للفلوات، أهله يبكوا عليه حسرة بالعبرات. أين من كان يفخر بالجياد الصافنات وله مال جزيل كالجبال الراسيات؟ صار عنها رغم أنف للقبور الموحشات، صار عنها رغم أنف للقبور الموحشات. يا لها من طول مكث من عظام الناخرات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. واقلع وارجع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. فماذا بعد الموت؟ ما حالك أيها الغالي في أول ليلة توضع في قبرك، حينما توضع في هذه الحفرة الضيقة ويهال عليك التراب، فتكون وحيدا فريدا لا أنيس ولا جليس إلا ما قدمت. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر القبر بكى حتى بل الثرى. فيقولون: ما لك رحمك الله تبكي؟ فيقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، إذا عرفنا هذا أيها الإخوة المباركون، عرفنا أنه لا بد من أعمال صالحة تقربك إلى الله عز وجل. والله لا يأنس الإنسان عند موته وعند في قبره إلا بأعمال صالحة. كيف لا؟ ونحن نجد في القرآن العظيم من الآيات العظيمة الكثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. فلا ينفع الإنسان عند موته وفي قبره إلا ما قدم من أعمال صالحة. لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان: أهله وماله ويبقى عمله. لأجل ذلك ذهب أو خرج علي بن أبي طالب ومعه أصحابه يوما إلى المقابر لزيارتها، فنظروا إلى أهل القبور، فقال علي بن أبي طالب: يا أصحاب القبور ما أخباركم؟
أنبئونا عن أخباركم، ثم نظر إلى نفسه وقال أما أخبارنا فقد تزوجت النساء وسكنت الديار وذهب كل إنسان إلى مشغلته، أما أنتم أخباركم. فالتفت إلى أصحابه وهو يبكي وهو يقول والله لو نطقوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنهم يعلمون كل إنسان ينقطع عن الحياة الدنيا ثم يكون على إقبال على الآخرة، يعرف ما قيمة العمل الصالح هناك في قبره في هذه الحفرة الضيقة. لأجل ذلك أيها المباركون لا بد أن نقدم في هذه الدنيا أعمالا صالحة قبل أن نتندم. لأجل ذلك الله عز وجل يقول في كتابه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ولو سألت أحد من هؤلاء الذين قد ماتوا ويتمنى هذه الأمنية أن يرجع إلى الدنيا لكي يعمل عملا صالحا، يريد أن يهلل تهليلة واحدة أو أن يسبح تسبيحة واحدة أو أن يمجد الله أو أن يقرأ آية أو أن يبر بوالديه أو أن يتصدق بصدقة، ولكن هيهات 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 فقد انقطع العمل. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريصا معذب. تباهي بجمع المال من غير حلة وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده وميزان قصد للوفاة سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك المنية تنشب. تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وقاسرك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكب يتصبب. وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك ويندب. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذه حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهبن ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة وكل جليل سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله وارج ثوابه فهذه ملذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي آولني منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. وصل إلهي على كل ما ذر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكبه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن بشر عند موته بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. قص يا ربنا إخواننا في سوريا. اللهم لقد اشتد الكرب عليهم وتفاقم الأمر على إخواننا هناك وليس لهم إلا أنت. لا حول لهم ولا قوة إلا بك.
لا غنى لهم عن نصرك، أظلمت الدنيا في عيونهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ منك إلا إليك، فكن لهم ناصرا يا خير الناصرين. اللهم انصرهم حين قل الناصر والمعين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم صل أعراضهم، اللهم احقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين، عجل بنصرهم وتأييدهم. اللهم وعليك بمن طغى عليهم واعتدى عليهم. اللهم أرنا في الرافضة أجمع، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أرنا فيهم يوما أسودا، شتت شملهم، فرق جمعهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم رأينا قوتهم في إخواننا فأرنا قوتك فيهم يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكبير يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.